هي الكنافة عبارة عن ايه؟ خيوط عجين بيتضاف عليها سمنة وسكر ومكسرات. الكنافة هي أشهر حلويات بلاد الشام ومصر وفلسطين. هي من الحلويات اللي دارجة جدا في كل الفصول وكل المواسم. واحنا بقى تحديدا بنحبها قوي امتى؟ ايوه في شهر رمضان طبعا، كل سنة وانتوا طيبين. في شهر رمضان ناس كتير قوي بتحب تاكل الكنافة بعد الفطار عشان فيها سعرات حرارية بتديلك طاقة وتخليك تقدر تكمل يومك وانت مركز وفايق. هنا انا كنت بقوله ان سكرها خفيف قوي، ودي اكتر حاجة عجباني فيها. هي جواها كريمة زي ما انتوا شايفين، والسكر بتاعها خفيف ولذيذة ولايت، وما حسيتش انها، طبعا هنا كنت مخضوضه من سعرها لان فعلا عاملين عرض حلو جدا. انا اتفاجئت بصراحه وانا بعمل بحث عشان اعمل لكم الفيديو ده ان هي فيها فيتامينز وفيها كميات كبيره من البروتينات واليود والحديد والفوسفور، بس اكيد ما ينفعش ناكلها بكميات كبيره علشان ما نتضرش وعشان ما يحصلناش سمنه وعلشان ما يحصلناش اي ضرر من السكر الكتير على المدى البعيد. الكنافة بقى كمان بنشوفها كتير قوي فين؟ في المسلسلات التركية، يعني تركيا مشهورة جدا بالكنافة واليونان كمان. ولو تلاحظوا في تركيا بيقدموها ساعات مع الشاي وساعات مع القهوة. وهستنى كومنتاتكم بقى تقولولي شفتوا الكلام ده في انهي مسلسل تركي. الكنافة الخطيرة دي بقى انا كلتها منين؟ كلتها من وزير الحلو في عباس العقاد في مدينة نصر. المكان رائع يا جماعة، الكنافة خطيرة، طعمها حلو جدا. جبت منها لبيتي وانا ماشيه، يعني اشتريت منهم وانا مروحه. هسيب لكم اللينك بتاعهم في اول كومنت عشان لو عايزين تخشوا تسالوا عن اي عروض عاملينها. هما زي ما قلت لكم في مدينه نصر، وفي فروع طبعا تانية، وهيتم افتتاح فرع قريب جدا هبقى اعلن لكم عنه. باي باي، واشوفكم في فيديو جديد.